كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. يلا نعمل فتة شاورما. شايفين الجمال؟ حلوة قوي وطعمها حلو قوي وتشرفك على سفرتك. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلوة قوي وطعمها بيبقى حلو قوي. شايفين الجمال؟ يلا اول حاجة عندي صدور فراخ غسلها كويس. عندي بقى معلقتين زبادي، عليهم معلقة طحينة كبيرة ومعلقة مستردة كبيرة ومعلقة توم باودر وبصل باودر وربع معلقة فلفل اسود ونطرة كمون ومعلقة بابريكا كبيرة ومعلقة خل وحطيت ليمون والملح بتاعي. وطبعا الفراخ غسلها كويس وسايباها تتصفى تنزل كل المية اللي فيها، غسلها كويس بالليمون والطحينة والملح كده، واقلبها في الخلطة اللي انا عملتها دي. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف كده. شايفين؟ هسيبها بقى تشمع شوية. هعمل الرز بقى، معلقة زيت وعليهم مكعب زبدة، وعملت بصلة فرمتها واقلب فيها كده، اشوحها شوية كده. اقعد اقلب فيها كده شوية. حطيت معلقتين سكر كبار وربع معلقة فلفل اسود ونطرة قرفة ومعلقة كركم وكاري. طبعا لو انت حابة الرز التوابل بتاعته تبقى زهرة قوي ممكن تزودي. والرز بقى عندي طبعا بسمتي او مصري عادي، ومعلقة صويا صوص، واقلب كده مع بعضه. الرز ده بيبقى طعمه حلو قوي، ممكن تعمليه مع اي حاجة تانية وبيبقى جميل في الفتة، مع فتة الشاورما ان كانت لحمة او فراخ. اقلب فيه شوية كده ريحته تطلع مع التوابل والبصل كده. انزل بقى بالمية بتاعتي على قد الرز كده، واحط الملح بتاعي اظبطه، واسيب الرز بقى مع نفسه كده، وابتدي اعمل الشاورما بقى. حطيت شوية زيت وانزل ببصلة كبيرة مفرومة، وحطيت عليها رشة فلفل اسود. شايفين الرز؟ حطه على العين التانية اهو، خلاص بيتردد. اقلب في البصلة دي كده ريحتها تطلع كده. شايفين؟ انزل عليها بمعلقة توم كده واقلبها برضو ريحتها تطلع معاها. طبعا الفراخ لو انت عايزة تتبليها من قبلها بيوم افضل، براحتك. الفراخ اهيت بقى هنزل بيها. طبعا مش هقلبها، انا هفردها بس في الطاسة لاني مش عايزاها تنزل مية كتير. فردتها بس كده ومش هقلبها دلوقتي خالص. سيبها كده تاخد تشميعة من تحت شوية كده. شايفين؟ بدأت تعمل اهي. انا هنا بقى كده قلبتها خلاص. شايفين؟ ما فيهاش ميه لان انا ما قلبتهاش في الاول، وبدأت تدخل في السوا كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والصوص اللي انا عملته في الاول التتبيله جميله ازاي، والبابريكا مع المستردة مع الطحينه بتدي طعم حلو قوي للشاورما. شايفين؟ هي كده بدأت تدخل في السوا. قبل ما تستوي بحاجه بسيطه كده تاخرها في جنب كده، وهقول لكم ليه دلوقتي. عندي بقى فلفل اخضر والوان، طبعا المتوفر عندك اخضر عادي. نزلت عليه بقى التوم اللي عندي كده، حطيت عليه رشة فلفل اسود ومعلقة بابريكا كده والملح، واقلب الخضار مع بعضه من غير ما اقلبهم مع الشاورما. اديله مع تشميعة كده
ريحة التوم تطلع مع الفلفل كده الاول كده زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم شوية، بعد كده بقى هقوم مقلبة في الشاورما بقى، بيبقى طعمه كده احلى. زي ما انتوا شايفين كده اقلبهم مع بعض ان كل الفلفل يدخل مع الشاورما كده. جربوا الشاورما بالطريقة دي وقوليلي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، ان شاء الله تعجبكم. واسيبها بقى شوية لحد ما يستوي كله مع بعضه بقى يكمل سوا. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلوة قوي وطعمها حلو قوي. هي كده خلاص ابتدت تستوي اهي، والفلفل بدأ يدبل شوية. طبعا براحتكم، ممكن ما تخلوش الفلفل يدبل قوي، وممكن لو انتوا حابينه يعني ما يبقاش دبلان قوي ممكن تحطوه في الاخر خالص، يعني ده اذواق. خلاص هي استوت خلاص، هبتدي اغرف. شايفين الرز جميل ازاي ومفلفل ازاي؟ ما شاء الله حلو قوي وكان طعمه حلو قوي. شايفين الجمال؟ هغرف بقى كده واحط عليه الشاورما كده. طبعا انا عملت جنبه توميه، هبقى انزل لكم صوص التوميه في فيديو تاني، وهكتب لكم برضو المقادير بتاعته في صندوق الوصف. كده احط الشاورما على الرز كده، وده عيش محمراه لو عايزه تحطيه في الفرن، او لو عايزه تحمريه في زيت براحتك. كده بالشكل ده كده. ورشه البقدونس ما ننساهاش، لان بتطلع ريحه الشاورما كده وتخلي طعمها حلو جدا. وطبعا حطيت صوص التوميه اللي انا عاملاه عليها كده، برضو بيبقى طعمه حلو قوي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله حلوة جدا وطعمها حلو قوي قوي. وان شاء الله الوصفة تعجبكم وبألف هنا. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة، وبألف هنا وكل سنة وانتم طيبين.